السلام عليكم أحبتي في الله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ليصلك كل جديد. اشترك الآن. ما السر في حب النبي صلى الله عليه وسلم لثلاث؟ أحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشياء: الطيب والنساء والصلاة. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حبب إلي من الدنيا 3: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إن التطيب سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه، كما ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت بأطيب ما يجد، حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. أو قالت في رواية أخرى: كأني أنظر إلى وبيص الطيب أو وبيص المسك في مفارق أو مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والوبيص باقي ضوء النار في الجمر، وهو يعني هنا البريق والأثر. ولقد اختلف العلماء في حكمة تحبيب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: لينقلن عنه ما لا يطلع عليه الرجال من أحواله ويستحي من ذكره. ومن جملة ما سبق نجد أحكام الغسل والحيض والنفاس والعدة وما شابه ذلك. وقيل: حبب إليه صلى الله عليه وسلم النساء زيادة في الابتلاء في حقه، حتى لا يلهو بما حبب إليه عما كلف به من أداء الرسالة، فيكون ذلك أكثر مشقة وأعظم لأجره. ولقد نقل الإمام السيوطي عليه رحمة الله عند شرحه لهذا الحديث كلاما نفيسا عن الإمام السبكي رحمة الله عليه، حيث قال: السر في إباحة نكاح أكثر من 4 لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها، وما يستحى من ذكره وما لا يستحى منه، إلى أن قال: ولم يكن ذلك لشهوة منه في النكاح، ولا كان يحب الوطأ للذة البشرية معاذ الله، وإنما حبب إليه النساء لينقلن عنه ما يستحي هو من الإمعان في التلفظ به، فأحبهن لما فيه من الإعانة على نقل الشريعة. أما حبه صلى الله عليه وسلم للطيب فلكونه يناجي الملائكة وهم يحبون الطيب.